تخيل معايا كده شخصية ملهاش أصل محدد، مفيش ماضي واضح ومفيش سبب منطقي للي بيعمله، بس كل مرة بيظهر فيها بيترك أثر بيخلي الناس تتكلم عنه سنين وسنين. الشخصية دي هي شخصية جوكر. النهاردة هنتكلم عن كل حاجة عن الجوكر، منين جاله وجوده، ازاي اتبنى كشخصية خيالية، ليه كل نسخة من النسخ بتاعته مختلفة، وليه بقى أيقونة في عالم الأشرار. النهاردة مش بس هنتكلم عن الأفلام، لأ، ده هنتكلم عن فلسفة الجوكر وتاريخ صناعته وتحليله النفسي لكل نسخة اتقدمت لحد دلوقتي. وقبل ما نبدأ ياريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ويلا بينا نبدأ. الجوكر ظهر لأول مرة سنة 1940 في كوميكس باتمان 1. الغريب انه ما كانش مخطط ليكون شخصية رئيسية او شرير خارق، كان مفروض يموت من اول القصة. لكن الفنانين والمحررين لاحظوا ان شكله غريب ومميز، ضحكته مرعبة ومجنونة، واسلوبه مختلف عن اي شخصية شريرة قبل كده. الجوكر وقتها كان شخصية ثانوية، بس سرعان ما كسبت شهرة. هو مش بيقتل عشان فلوس ولا عشان السلطة، هو ببساطة بيعمل اللي نفسه يعمله، وده اللي خلاه أيقونة للجنون والفوضى. فلسفة الجوكر هي الشر بدون سبب. اكتر حاجة بتخوف في الجوكر انه مش محتاج سبب منطقي. في نسخ كتير من القصة مش بيقولوا طفولته كانت صعبة، المجتمع ظلمني، لا، في نسخ كتير بيعمل الشر لمجرد المتعة او اختبار للناس. ودي حاجة طبعا كسرت قاعدة كتابة الشخصيات الشريرة، لانه دايما الشرير محتاج دوافع، لكن الجوكر بيقول الشر ممكن يكون بس علشان موجود، بس كده. الجنون عنده فلسفة، والفوضى عنده منطق خاص بس مش منطق للبشر. وفي حاجة تانية، ان الجوكر عمره ما كان يقدر يتفهم لوحده، محتاج باتمان. باتمان يساوي النظام والقانون والانضباط، الجوكر يساوي الفوضى والعبث والضحك وسط الخراب. حاجة كمان وهو تطور شخصية الجوكر عبر الزمن. الجوكر في الكوميكس ألوانه فقعة، ضحك هستيري، جرائم غريبة، شرير كرتوني بس مرعب. بعد كده نيجي لسنة 1980 اللي عمل شخصية الجوكر الممثل الجامد جدا جاك نيكلسون، شرير أنيق مجنون ومستمتع بنفسه. بداية الجوكر السينمائي الواقعي يقدم الشر بطريقة ممتعة ومخيفة في نفس الوقت. جوكر جاك نيكلسون اتقدم في فيلم باتمان إخراج تيم بيرتون. أسلوب الممثل جاك نيكلسون استخدم الضحك كأداة رعب، كل حركة، كل نظرة، كل ابتسامة محسوبة. الجوكر هنا مستمتع بنفسه، وده بيخوف الناس أكتر من العنف نفسه. شخصية ممتعة بس مرعبة. الشر عنده مصدر المتعة الذاتية مش الضرر الاجتماعي، عنده إحساس بالسيطرة على الموقف من غير أي خوف. التأثير حول الجوكر من كوميكس كرتوني لنسخة سينمائية أيقونية ساعد على انتشار فكرة الجوكر كشخصية كلاسيكية للجنون والفوضى. ونيجي بقى من أقوى نسخة جوكر هيث ليدجر ذا دارك نايت 2008. تحول الشخصية لنسخة حقيقية واقعية، جوكر فوضوي ومؤلم من غير ماضي واضح. أسلوب الممثل هيث ليدجر درس كل تفصيلة، طريقة الكلام، الحركة، النظرة، ضحك هستيري غير متوقع، كل تصرف محسوب لإظهار الفوضى. جوكر هنا بقى كان فوضوي بمعنى الكلمة، مش محتاج سبب منطقي، كل فعل عنده رسالة فلسفية، اختبار المجتمع، اختبار النظام، واختبار الإنسان نفسه. جنون الجوكر هنا مش بس للترفيه، ده رسالة العالم مش ثابت وكل حاجة ممكن تنهار في ثانية. تأثير الشخصية قدم نسخة أقرب للواقع من ناحية النفسية، أيقونة في السينما الحديثة. كل نسخة من بعدها حاولت تكون واقعية ومعقدة نفسيا. ونيجي بقى لنسخة من أقوى نسخ الجوكر واللي خيبت الأمل في نفس الوقت، اللي ظهرت في الفيلم الجوكر 2019. تحول من إنسان مكسور لمجرم. بنشوف المجتمع مسؤول جزئيا عن نشأة الجوكر، أقرب نسخة للواقع من ناحية النفسية والاجتماعية، مفيش عبقرية، شرير كل حاجة من الألم والمعاناة. أسلوب الممثل خواكين فينيكس درس كل حركة جسدية ونبرة صوتية، كل تعبير على وجهه بيعكس الألم الاجتماعي والنفسي. الجوكر هنا مش عبقري، كل حاجة جاتله بالصدفة، من تأثير المجتمع اللي رفضه والإهمال والتنمر والفقر. الفلسفة هنا واضحة، للناس العادية ممكن تتحول لمجانين ولو الظروف اضطرتها. الضحك هنا عن الجوكر كان بيساوي الدفاع عن النفس، الفوضى كانت يساوي نتيجة تراكم الألم. التأثير جوكر النسخة الاجتماعية ونفسية أكثر من أي نسخة قبل. فكرة الفيلم توسعت، مش بس شرير لكن دراسة اجتماعية ونفسية، حصل على جائزة الأوسكار عن التمثيل، وده يثبت قوة الشخصية. بعد كده تعالى ننتقل لعناصر صناعة الجوكر الناجحة. واحد، الملامح البصرية، المكياج والابتسامة الكبيرة والعيون المريبة، شكل خارق بس طبيعي للعين. الجنون عند الجوكر مش مجرد ضحك، تصرفات غير متوقعة وأسلوب كلام مش ثابت. الارتباط بالخصم، العلاقة مع باتمان مش مجرد صراع، كل فعل فيه ليه رسالة وفلسفة. كل ممثل كان بيضيف لمسته، وكل نسخة بتعكس عصرها ومجتمعها. الجوكر في الثقافة الشعبية أصبح رمز عالمي للفوضى والجنون، مؤثر في موضة الألعاب والأنيميشن والمسرح. أي نسخة جديدة لازم يكون لها لمسة شخصية، الناس بتتعلق بالشخصية مش بس لأنها شريرة لكن لأنها فلسفة كاملة. شخصية الجوكر شخصية مفتوحة، كل واحد ممكن يفسرها بطريقته، شر بلا مبرر، الناس بتخاف من اللي ملوش سبب، رمز للفوضى. أي زمن وأي مجتمع ممكن يطلع الجوكر جديد. كل ممثل كان بيضيف طبقة جديدة، تأثير عميق على المشاهد، مش بس رعب أو تشويق لكن التساؤل عن الإنسان والحياة.
لحد هنا احنا كنا بنتكلم عن الجوكر كشخصية اتبنت صح واتقدمت بذكاء، لكن دلوقتي لازم ننقل الكلام لحاجة تانية خالص، لحاجة كسرت الصورة دي كلها، خيبة الأمل الكبيرة في فيلم الجوكر 2. الفيلم اللي الناس كانت مستنياه مش بس كتكملة لكن كحدث سينمائي، كحاجة تغير شكل أفلام الكوميكس للأبد زي ما الجزء الأول عمل. بس اللي حصل ان الفيلم نفسه باين عليه تايه، مش عارف هو عايز يقول ايه ولا عايز يوصل لايه. الجزء الاول كان واضح جدا، رحلة انسان بيتكسر واحدة واحدة لحد ما يتحول لوحش المجتمع نفسه هو اللي صنعه. اما الجزء التاني حاسس انه بيخاف من الرحلة دي، بيخاف من الجوكر. الفيلم طول الوقت كأنه ماسك فرامل، كل ما الشخصية تقرب تنفجر يوقفها بأغنية او مشهد هادي زيادة عن اللزوم او لحظة فلسفة ملهاش اي لازمة. والحكاية مش بس ان الفيلم ميوزيكال وخلاص، المشكلة ان الغنى بيقطع الاحساس، بدل ما تتغمس في جنان الشخصية تلاقي نفسك فجأة بره الفيلم. والاغرب ان الجوكر هنا مش جوكر اللي شفناه قبل كده، مش الشخص اللي كسر المجتمع، ده شخص كأنه ندمان انه بقى رمز. وكين فينيكس عمل اللي عليه وزيادة، بس واضح كده ان التمثيل لوحده مش كفاية لما السيناريو نفسه يبقى ضعيف. تحس ان الكاتب والمخرج مش واثقين في اللي بيعملوه ولا واثقين في رد فعل الجمهور، فطلع الفيلم المهزوز ده. اما بقى هارلي كوين فدي كانت اكبر فرصة ضايعة، شخصية المفروض تكون مرآة لجنون الجوكر، تغوص معاه اكتر في القاع، لكن اللي شفناه علاقة سطحية مبنية على استعراض اكتر من صراع نفسي. مفيش لعب في العقول، مفيش توتر حقيقي، مفيش احساس ان الاتنين دول خطر على بعض، وده بيخليك تحس ان الفيلم مش بس فشل يكمل الجزء الاول، ده فشل حتى يستقل بنفسه. الجمهور خرج من السينما حاسس انه اتضحك عليه، والنقاد كانوا اشرس من الجمهور كمان، هجوم على القصة وهجوم على الايقاع وهجوم على الفكرة نفسها. الفيلم بقى مادة للسخرية ومثل ازاي عمل فني ناجح ممكن يتحول لحاجة الناس تتمنى تنساها. والكلام عن الأوسكار هنا كان قاسي، لأن بدل ما الفيلم يتذكر كعمل جريء اتذكر كاختيار فاشل وتجربة ضيعت هيبة شخصية كانت خلاص بقت أسطورة. والجوكر كشخصية خرج من الفيلم ده مش قوي، خرج ضعيف. وده أخطر حاجة، إنك تاخد شخصية أيقونية وتطلعها مكسورة ومش مكتملة من غير ما تضيف معنى حقيقي. في الآخر الجوكر 2 كان بيعلمنا درس مهم، مش كل قصة محتاجة جزء تاني، ومش كل نجاح لازم نعيد استغلاله. أحيانا القصة لما بتخلص في وقتها بتفضل خالدة، لكن لما نمدها غصب بتفقد قيمتها. ولو الجزء الأول كان بيقول لنا إن الجوكر اتولد، فالجزء التاني كان بيحاول يقتله فنيا. وفي الآخر بقى لما نبص على كل نسخة جوكر اللي شفناها هنكتشف إن مفيش نسخة قفلت الحكاية فعلا، كل واحد فيها ساب علامة ومشى، وساب وراه سؤال أكتر ما ساب إجابة. جوكر جاك نيكلسون كان مجنون وواضح شرير مبسوط بشره، وده كان مناسب لزمنه. هيث ليدجر جه بعدها وقالك ان الجنون مش دايما ضحك والوان، احيانا بيبقى فكرة، حاجة بتتحرك في الهوا ومش محتاجة سبب. وكين فينيكس بقى خدنا في حتة تانية خالص وورانا الانسان الاول، الكسر والوحدة واللحظة اللي الواحد عادي فيها يتحول لحاجة اكتر من الشر نفسه. ويمكن هنا نختلف مين فيهم أقرب ومين فيهم أقسى ومين فيهم سايب أثر أكبر، بس في الآخر مفيش إجابة واضحة. الجوكر طول عمره بيتغير على حسب الزمن وعلى حسب المجتمع اللي بيطلع فيه وعلى حسب احنا نفسنا شايفينه ازاي. يمكن الجزء التاني الأخير ما كانش على مستوى التوقعات، ويمكن ناس كتيرة خرجت زعلانة، بس ده جزء من الرحلة مش نهايتها. الشخصية نفسها أكبر من فيلم وأكبر من جزء وأكبر من ممثل واحد. ويمكن بعد سنين نشوف الجوكر تاني بشكل مختلف بفكرة مختلفة، ويطلع حد يقول ده أحسن جوكر اتعمل، أو يمكن لأ، ويمكن الحكاية تقف هنا شوية. بس اللي أكيد إن الجوكر عمره ما كان قصة بتتحكي وخلاص، هو دايما انعكاس لوقت معين والحالة معينة. فاحنا كده اتكلمنا عن الشخصية وشفنا صعودها وشفنا كمان تعثرها، وسيبنا الباب مفتوح زي ما هو، مش بنقفل ولا بنحسم ولا بنحط نهاية، لأن بعض الشخصيات أحسن حاجة ليها إنها تفضل مكملة في دماغك. وبكده نكون وصلنا للنهاية وخلصنا الفيديو. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، دعمك بيفرق جدا وبيشجعني اكمل المحتوى. وسلام.